نعم بارك الله فيكم. قراءة سورة الفاتحة على المقابر. قراءة سورة الفاتحة في مجالس العزاء وعلى القبور وهذا لا شك أنها من البدع. قراءة القرآن على روح الميت، وما الذي يخفف على الميت عذابه، بمعنى ماذا يفعل أقرباؤه لذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. واتفق العلماء على أن الدعاء والصدقة يصل ثوابهما للميت، واختلفوا في قراءة القرآن هل يصل ثوابها إلى الميت أو لا يصل. والذي يخرجنا من الخلاف أن نقرأ القرآن ثم ندعو الله عقب القراءة ونقول: اللهم أثبنا على هذه القراءة واجعل ثواب ما قرأنا لروح فلان، فينقلب الأمر دعاء، والدعاء محل قبول إن شاء الله. الفتحة على روح فلان يعني نقرأ القرآن على روح فلان، دي مسألة تانية، هذا هو القصد. قراءة القرآن على الأموات فيها قولان لأهل العلم، منهم من يقول بعدم الجواز ومنهم من يقول بالجواز. مسألة فيها قولان ذكرهما أهل العلم، حتى ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى، حتى ابن قدامة في المغني وغيره. فالعلماء قولان، وقد فصل هذه المسألة تفصيلا بديعا شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح تفصيلا بديعا. والعجيب أن ابن القيم رحمه الله تعالى قد جوز أن يقرأ القرآن للمتوفى، جوز هذا. فتخلي بالك، طب ما أنا ممكن أقرأ القرآن، أنا بحلها لك أهو، أقرأ القرآن ما يسر الله لي، وبعد ما خلص أقول: اللهم إني أتوسل إليك بقراءة القرآن ألا تحرم أبي أجر هذه التلاوة. الله، دعاء جميل، وخرجنا من الإشكال وخرجنا من الخلاف. قراءة القرآن من الابن كل طاعة مطلوب منك شيئا فرضا، إن زدت فهبه لمن تشاء، إن زدت عما فرض فهب لمن تشاء ولو أجنبي، لأنني ما أهبش خير لواحد إلا إذا كان له تأثير في حياتي. وما شفت واحد يقرأ الفاتحة أو يروح يزور قبر واحد هو اللي علمه شرب الخمر، لم يحدث. إنما واحد خد بإيده يصلي قال له حاجة كويسة، يبقى مش هيفتكر إلا مين؟ إلا إذا كان بعمل إيه؟ عمل خير. فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، هل يشعر الميت بالأحياء من حوله؟ هذا سؤال ما كان يصح أن يسأل بعد أن أمرنا أن نذهب إلى القبور ونقول: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم اللاحقون. ولو لم يكن لهم سماع لكانت تكلفنا بأننا نسلم عليهم عبث. ما كان لنا أن فسأل عن حكم كشف الوجه والكفين للمرأة أولا. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المرأة يعني عورة كلها، يعني لا يجوز أن يرى منها شيء بالنسبة للرجال الأجانب، وإنما يرى منها المحارم والزوج والنساء بشكل عام. أما الرجال الأجانب فلا يجوز لهم أن يروا منها شيئا. والقول الثاني وهو قول أكثر أهل العلم
وهو أن المرأة يعني يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها، خاصة إذا كان لحاجة، نعم. يعني البيع والشراء أو الشهادة أو العلاج أو غير ذلك من الأمور. وأنا في هذه المسألة بالذات سبحان الله يعني متوقف فيها، يعني لا أقول فيها شيئا. وهي المسألة كما قلت هي مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم، بارك الله فيكم.